هم فد يوم اجاك اتصال غريب؟ ايه ايه تهديد. صور اول مره اتهدد. ما شو يريدون فلوس؟ اتهدد على مود فلوس، يريد فلوس. إيه شلون هاي؟ انا ما اعرفه، رقم غريب. ايه انا ما ارد على رقم غريب الا مسيفته الا كاتبه الاسم. رديت على الرقم بالرساله انطينا فلوس والا ما نخليك لا بعقوبه ولا ببغداد، ما تبقي لا ببغداد ولا بعقوبه. انا ما اعرف الشخص بصراحه. إيه ليش؟ قلت له، رديت له برساله، قلت له خاله انا ما اعرفك، بس انا استغربت اول مره واحد يهددني. انت تدري انا ما عندي فلوس، يعني انا راتب ما عندي، ودا اشتغل لحد الان بهذا عمري، دا اشتغل على مود اعيش اهلي واعيش نفسي واعيش بكرامه وعزه نفس، حتى لا مد ايدي على احد. صدقني انا مو غني، انا مو زنقينه، غنيه بحب الناس بحب بس الناس. مو زنقينه. صح. هو عباله زنقينه الظاهر خطيه. صدقني استخطيته ورأفت بحاله. قلت له خاله انا ما اعرفك، اني هسه عندي مليونين مجمعتهم للحفله، راح اعطيك منهن 1.5 مليون والي 500. أنا أعطيك 1.5 مليون مني إلك، لا تهدد ولا مساعدة. تبين فقير ومدى تلقى شغل، يجوز مدى تلقى شغل، الوالدة مريضة، الوالد مريض، تريد فمن هذا الباب اليوم خال اعتبرني خالتك أمك عمتك وراح أعطيك 1.5 مليون. لا تهديد ولا أنا أشتكي عليك ولا، صدقني خالة، وأنا كلمتي وحدة، لا تخاف، لا راح أشتكي عليك ولا أعطي رقمك قريب لو غريب للشرطه. انا ما اعرفه، ما تعرف صدق لحد الان ما اعرفه. ورحت وديت له 1.5 مليون وبقيت لنفسي 500. انا جامعتهن حتى سافر بيهن لمصر على ابني، وطيته 1.5 مليون لان وعدته، ولا اشتكيت عليه ولا خابرت عليه، ولحد الان ما اعرفه، وبالعافيه عليه 1.5 مليون. بالعافيه محللته وموهبته محاللته ومواهبته. هو راح يسمعك بهذا البرنامج، وهو لو يريد هوايه ما كان اقتنع ب1.5 مليون. اللي يهدد مو مال 1.5 مليون ياخذ، يريد 10 دفاتر 8 دفاتر. قلت له خاله انا عندي مليونين، حطك 1.5 مليون اكثر مني راح انطيك، بس ماكو داعي لهذا التهديد. انا تفاجأت وانصدمت لان اول مره احد يهددني، انا ما حد يهددني.